الله وبركاته. مساء الخير، في ضمن حضراتكم يا رب الجميع يكون بألف خير وصحة وسلامة يا رب. ده النهارده في الدوري 3 ماتشات. مباراة الساعة 4 البلدية مع إنبي، ومباراة الساعة 5:30 اتحاد السكندري مع الداخلية، والمباراة الأخيرة الساعة 7 الزمالك مع سيراميكا كليوباترا. طاقم تحكيم للزمالك حكم ساحة طارق مجدي، وحكم الفار محمد عادل. احتواء بقى طالما الزمالك رجع يلعب في الدوري، في اول مباراه يلعبها لازم ياخد كم كبير كده من الاحتواء. طيب امبارح بعد انتهاء مباراه الاهلي مع فريق فاركو، طبعا كان معتاد بعد كل مباراه بنشوف التصريح بتاع او المؤتمر بتاع مارسيل كولر. الراجل اللي امبارح طلع واتكلم وقال لك اللي احنا يعني ما فيش كده في العالم. قال لك حصلنا على نقاط المباراه بعد تسجيل هدفين واستقبلنا هدف. سوف نشاهد المباراه من جديد، الموقف على الايجابيات والسلبيات ليتم العمل على علاجها خلال الفترة المقبلة. قال لك ضغط، اتكلم برضه على ضغط المباريات، يعني نظرا طبيعي ان انت طول ما انت مشارك في بطولات كتيرة وبتكسب بطولات كتيرة، فبالتالي انت لازم يتأجل لك ماتشات في الدوري، فطبيعي بعد ما تخلص الماتشات دي كلها تيجي تلعب مؤجلاتك، لازم يكون جدول مضغوط. قال لك ضغط المباريات لا يمكن تحمله، واللاعبين ليسوا ماكينات يتم استهلاكهم وإقامة لقاء كل 48 ساعة. هذا الأمر لا يحدث في أي مكان بالعالم، أن يخوض فريق 20 مباراة من أصل 34 أسبوع، بما يعادل حوالي 3-4 أيام، 3/4 الموسم. خلال هذه الفترة القصيرة ما زال لدينا 14 مباراة متبقية، ولدينا قائمة كبيرة من اللاعبين، والجميع سوف يحصلون على الفرصة، وبسبب الإجهاد نضطر إلى منح عدد محدد من الدقائق للاعبين. هو الراجل عارف المشكله اللي احنا فيها، عارف ضغط المباريات، محتاج جميع اللعيبه كلها. ده الكلام اللي الراجل قاله بعد اللقاء. ومن هنا بقى عايز اتكلم مثلا على ازمه كهربا. بص هقول لك على حاجه من قبل ما انا ما عنديش معلومه كافيه عن الازمه اللي كهربا عملها، بس انا هتكلم سواء كهربا عمل مشكله او في ازمه ما بين كهربا والمساعد مع كولر او ما فيش، لكن الكلام اللي انا هقوله ده لازم يمشي على اللعيبه كلها في خلال الفتره اللي جايه. كل الكلام اللي طلع ان كهربا عمل ازمه او عمل مشكله مع مساعد كولر يا جماعه امبارح بعد اللقاء جاب الجماعه اللي هم اللعيبه اللي كانت مستبعده او اللعيبه اللي هي ما لعبتش اللقاء، قال لهم اللي انتوا هتعملوا ايه؟ جري حوالين الملعب. طبيعي وده وارد، وده يعني المدرب كل ماتش يعمله، وفي مدربين كتيره بتعمل الحركه دي. طالما انت ما لعبتش الماتش فانا بخليه يجري حوالين الملعب. تمام. ففي كلام قال لك بقى ان كهربا، يعني الراجل شاف كهربا هو بيجري بطريقه يعني تلفت النظر، فسال المساعد طب هو كهربا مثلا تعبان؟ طب كهربا مثلا هو معترض اللي هو بيجري؟ فهيتم مناقشه الامر النهارده مع كابتن خالد بيبو مدير الكره في النادي. طيب فعشان انا ما اظلمش حد واقول لك مثلا كهربا لا ده هو غلطان او كهربا لا مظلوم، انا ما عنديش معلومه كافيه للحوار، فبس انا حابب ان انا اقول كلمتين. سواء كهربا عمل الحاجات اللي هو قالها او كهربا ما عملش، انا عايز اقول لك ان احنا في خلال الفتره اللي جايه انت عندك 14 لقاء، من الوارد اللي انت هتلاقي لعيبه بتخرج من القايمه، وبالتالي هتلاقي لعيبه المدير الفني بيعمل عمليه تدوير، بالتالي هتلاقي لعيبه مش هتلعب. انا ما عنديش قابليه ان انا وانا داخل على 14 مباراه بمثابه 14 نهائي وما عنديش ان انا اخسر نقطه واحده. كل مباراه يطلع واحد يقول لك انا معترض اللي هو ما لعبش، لا ده انا عامل مشكله انا ما لعبتش، لا ده انا عامل ما اعرفش ايه، ده يعمل مشكله. الحاجات دي مش مقبوله. انا ما بتكلمش انا هنا على كهربا، انا بتكلم على اي لاعب عايز بعد كل مباراه ما يلعبش فيها فيعمل رد فعل ما تعجبش الناس. لا، سواء كهربا يعني عمل كده او ما عملش كده، اللاعب اللي يعمل كده يتعاقب. انت في فتره ما ينفعش فيها اللي انت تدلع حد، ما ينفعش فيها اللي انت تطبطب. القايمه فيها 30 لاعب، كل اللاعيبه هتلعب وفي لاعيبه كتيره تستبعد. الراجل قبل كده بعد الحوار اللي حصل مع محمد مجدي قفشه قال لك ان انا عندي القايمه مطلوب مني ان 11 لاعب يلعبوا، مطلوب مني ان 5 تبديلات، بالتالي ان في 12 لاعب كل مباراه مستبعده من القايمه. ال5 اللي هينزلوا تبديل في منهم مثلا في لاعيبه ثانيه مش هتلعب،
انا ما عنديش سماح او ما عنديش قابليه ان كل لاعب بعد ما هو الماتش يخلص وما يلعبش الاقي منه رد فعل، لا. فلازم اتحاد، لازم مدير الكره، مجلس الاداره، اللاعب اللي يغلط يتعاقب. مش كل اللعيبه هتلعب الماتشات. انا الفتره اللي جايه 14 لقاء محتاج اللعيبه تكون مركزه ذهنيا، مرتاحه نفسيا، جاهزه بدنيا. لازم تكون كل العوامل دي اللاعب متاح اللي هو يعمل الحاجات دي، مرتاح ذهني، مركز بدنيا، موجود. الراجل قال لك ان انا هعمل عمليه تدوير، فكل مباراه يطلع واحد مثلا بعد اللقاء ما لعبش فتلاقي منه رد الفعل ده، لا. اللي يلعب يلعب. المهم في الصالح العام ان الفرقه تطلع كسبانه. كهربا يلعب، غيره يلعب، كهربا ما يلعبش، واحد تاني ما يلعبش، مش بتاعتي. انت حتى لو هتجيب عم حارس وبالجهاز الفني يلعبوا الماتش والاهلي يطلع كسبان، ده اهم حاجه عندي، يطلع كسبان. اللي يلعب يلعب واللي ما يلعبش ما يلعبش. اللي ما لعبش النهارده يلعب الماتش الجاي. لكن انا كل مباراه الاقي ناس بعد ما الماتش خلص وما لعبش الاقي منها رد فعل، لا. انتوا ليه مثلا بتسمحوا ان الاعلام يتكلم عليكم؟ احنا ليه مش عايزين نقفل على الفريق؟ انت داخل مرحله اللي جايه مرحله صعبه جدا، مرحله محتاجه تحالف من الكل، سواء من الجمهور، مجلس الاداره، اللاعيبه، الجهاز الفني، الناس كلها في مركب واحده. لكن ما اكونش ان انا بكسب، يعني بصرف النظر بقى عن الاداء، يعني ما اكونش ان انا بكسب واخد الغرض اللي انا عايزه، يطلع واحد مثلا بعد اللقاء يعمل اي مشكله، اي رد فعل، مش هسمح بها. فبنطالب من مجلس الاداره، من مدير الكره، لازم يكون في رد فعل. انا بقول لك هو في البدايه انا ما عنديش معلومه للحوار كامل. الموقف اللي حصل من كهربا ما عنديش معلومه كافيه، لكن انا هنا ما باجيش على كهربا، انا لا بظلم كهربا ولا باجي على اي حد من الجهاز الفني. انا بتكلم بشكل عام، بتكلم ان اي لاعب يحصل منه اي موقف بعد مباراه ما لعبش فيها لازم يتعاقب. اللعيبه كلها سواسيه، اي لاعب شايف نفسه اللي هو اهم من الفريق، لا. جمهور الاهلي مهما يكون اللاعب محبوب عند جمهور الاهلي، لكن انا مش هحطك في مقارنه قدام الصالح اللي عند الفريق. النادي الاهلي او جمهور الاهلي بيدور على حاجه واحده، اول حاجه مصلحه الفريق فين. مهما يكون انت مين، مهما يكون انت عامل تاريخ مع الاهلي، مهما يكون انت الناس كلها بتحبك، لكن هتيجي في مقارنه مع الفريق مش هيسمح بها. والكلام للاعيبه كلها، والمفروض يكون مدير الكره له رد فعل لو الموضوع ده صح. ان كهربا زعلان اللي هو مثلا ما لعبش من المباراه واللي هو مش عايز يجري حوالين الملعب بعد اللقاء، لا، يتعاقب. ده بالنسبه لموضوع كهربا وازمه كهربا. طيب لو جينا بقى الموضوع الثاني، احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك بيطالب باعاده لقاء الاهلي والزمالك. بصوا يا جماعه، اتمنى والله العظيم ان احمد سليمان ما عادش يطلع يتكلم ولا عاد يقول اي تصريح. بحس ان انا احمد سليمان انت داخل عضو مجلس اداره الزمالك مخصوص عشان تتكلم على الاهلي بس. يعني ما فيش ولا حوار عمله احمد سليمان من قبل الانتخابات لحد النهارده غير ما كل حوار لازم يجيب فيه سيره الاهلي. يعني لو ترجع بالذاكره قبل الانتخابات تيجي تسال مثلا احمد سليمان ايه هو البرنامج الانتخابي بتاعك، او ايه هي الخطوات اللي انت هتعملها كمجلس بعد ما تكسب في الانتخابات، ما تعرفش هو عايز ايه. كل حوار لازم يحط الاهلي في جمله مفيده. يا عم الاهلي ركز في فرقتك. احمد سليمان طلع امبارح مع مهيب بيقول لك لو اتحاد الكره او رابطه الانديه عادت مباراه سموحه وبيراميدز من حق الزمالك اللي هو يطلب باعاده مباراه الاهلي. قال له مش انت جامد؟ مش انت جامد؟ وريني نفسك بقى وازاي تعيد مباراه الاهلي والزمالك. احنا بنطالب باعاده مباراه الاهلي والزمالك. فامبارح برضه مهيب ساله طب قول لي ايه هي اسباب اللي خلتك تنسحب وايه هي الاسباب اللي خلتك ترجع في الدوري. طبعا الناس كلها عارفه انسحاب الزمالك كان ايه، المطالب اللي انت طلبتها. عايز لجنه تعمل جدول الترتيب، عايز ان الفريق
مش هيلعب غير لما الفرقه كلها تلعب مؤجلاته، مش هتلعب ولا ماتش من الدور الثاني. مباراه فاركو هي المباراه الاخيره ليك. هل كل الحاجات دي اتطلبت؟ هل كل الحاجات دي اتنفذت؟ الطلب الاخير ان انت الحكام احمد الغندور والبنا يتحولوا لتحقيق. طيب تاني يوم على طول مباراه الزمالك والمصري، احمد الغندور محمود البنا حكموا في مباراه الترقي. معنى كده ان انت ما حدش بيسمع كلامك، معنى كده ان انت ما حدش عامل لك حساب. طيب بعدها محمود البنا حكم مباراه في الديرب في الدوري ما بين البنك الاهلي وتقريبا والبلديه. فانت هنا داخل بتعمل ايه؟ طيب هل الطلبات اللي انت طلبتها اتنفذت؟ مفيش حاجه تتنفذ. شلت عامر حسين، ما اعتقدش اللي هو الشال موجود لسه عضو في لجنه المسابقات والمشرف على جدول الترتيب على جدول الدوري. بريرا كده هو ماشي يوم 30، فما حدش يضحك عليك ويقول لك ان بريرا ماشي او طلب من مطالب الزمالك اتنفذت. اضحك على الجمهور بتاعك. انت كده تضحك على الجمهور بتاعك. كفايه بقى ضحك على الجمهور بتاعك. لكن الجمهور التاني، الجمهور يعني جمهور مصر بشكل عام، شيل مثلا جمهور الزمالك، بقيت الجمهور فاهم انت بتقول ايه. انت بس بتضحك على الجمهور بتاعك. مفيش ولا طلب من اللي انت طلبته من الاربع مطالب اتنفذ. فقول لي انت راجع تلعب الدوري ليه؟ يعني هو امبارح مهيب لما ساله هرب من السؤال. يا جماعه مجلس اداره الزمالك هو مش شايف المصلحه العامه للفريق، لا، هو كل تفكيره الاهلي بس. تعالى بس قول له انتوا عليكم ديون، انت عليك وقف قيد، يقول لك لا. عايز اقول لك المجلس ده لو ما كانش ضامن ان اتحاد الكره وزير الرياضه هيعمل له الجدوله والمستحقات ويحصل على ترخيص اللي هو يلعب بطوله افريقيا الموسم اللي جاي، ما كانش بقى ده حاله. ما كنتش هتلاقي منه الرد ده بتاعه. لكن الناس دي عندها ثقه، والناس دي واثقه جدا وعندها يقين ان اتحاد الكره وزير الشباب والرياضه المستحقات اللي متاخره على نادي الزمالك هيعملوها جدوله، والزمالك هيحصل على ترخيص اللي هو يلعب في افريقيا. عايز اقول لك ان الزمالك لسه له 24 ساعه مهله. الزمالك اخر يوم له بكره 30/6. الزمالك ممكن اللي هو يعني يتحرم اللي هو يلعب مشاركه في السوبر الافريقي ممكن. لكن الكلام ده مش هيتطبق. ليه؟ لان انت عندك الدوري، عندك اتحاد الكوره، عندك وزير الشباب والرياضه هيساوموا الحاجات دي. ممكن اللي هم يعملوا مد في المهله مثلا اسبوعين او حاجه لحد ما المشكله اللي عندهم تخلص. فمجلس اداره نادي الزمالك لو ما كانش واثق ان اتحاد الكره ووزير الرياضه هيخلصوا من الحاجات دي ما كانش يتكلم في الاهلي، ما كانش يتكلم ان احنا نعيد مباراه الاهلي والزمالك. لا، الناس ديت بالكلام بتاعها بيثبت لك ان هم دماغهم مش في الجدول، دماغهم مش في المستحقات المتاخره عليهم. هو عارف ان الحاجات ديت اتحاد الكره هيخلصها له. يعني لو هو شاغل باله بالمستحقات اللي عليه ما كانش جاب سيره الاهلي في الموضوع. فهو طالب اعاده لقاء الاهلي والزمالك. فانا بقول والله يا جماعه احمد سليمان ما عاد ينفع يطلع يتكلم باسم الزمالك. يعني لو انتم شايفين ان احمد سليمان كادر يقدر يتكلم بلغه او بنيابه عن جمهور الزمالك وعن مجلس اداره نادي الزمالك، ما ينفعش هو يتكلم. ما بيعرفش يتكلم والله بصراحه. فمش عارف بصراحه يعني هيفضل لحد امتى احمد سليمان كل تركيزه في النادي الاهلي بس. طيب النهارده مباراه الاتحاد السكندري، انا مش عارف الاتحاد السكندري بقى هل هيلعب على ملعب برج العرب ولا لا. رابطه الانديه طلع منها قرار بيقول لك اللي احنا مستنيين قرار او تقرير حكم المباراه. يا جماعه تقرير حكم المباراه كل اللي هو هيعمله هيقول لك ان في حاله حادث حروق، في حريق في المنصه بتاع الملعب اسكندريه. بس ده كله اللي هو يقول. هل حكم المباراه هيكتب في التقرير بتاعه ان المباراه او سبب حدوث الحريق 1 2 3؟ مش بتاعته. فرابطه الانديه بتقول لك احنا مستنيين تقرير من حكم المباراه. حكم المباراه هيكتب اللي فيه حريق حصل بس، لكن هل هيقول ايه اسباب الحريق؟ لا. فعشان كده انا بقول لك وقلت لك امبارح رابطه الانديه لازم التقرير اللي طلع من الدفاع المدني يروح منه نسخه لاتحاد الكره او رابطه الانديه، بناء عليه تقول لو ثبت ان الحريق اللي حصل امبارح بفعل فاعل فالمباراه
تحتسب لبيراميدز. لكن لو الحريق حصل نتيجه عن درجات الحراره العاليه فالمباراه تتعاد. فعشان انت ما تظلمش حد وعشان انت ما تجيش على حد، الناس كلها في انتظار التقرير اللي يطلع من الدفاع المدني. ايه اللي هيحصل او ايه اللي هيبان ده الايام اللي جايه هتثبت الكلام، سواء المباراه تتعاد او المباراه تتحسب 2-0 لبيراميدز. اشوفكم على خير فيديوهات ثانيه ان شاء الله. السلام عليكم.